هو المفروض بيت ربنا ده يا جماعة الناس بتدخل فيه عشان تصلي، ولا انتوا شايفين ايه؟ انا شايف ان ده داخل مش عشان يصلي. تابع بقى معايا للنهاية وهتشوف المفاجأة دلوقتي، هتشوف الحسرة. شايفين الكيسين اللي في ايده ده؟ اخر كيس حطه ده كان تقيل شوية. الكيس ده جواه قالب طوب، واللي واقف قدامكم ده حرامي. تمام، داخل المسجد المفروض يصلي او يتعبد او يقرب لربنا، لا ده داخل يسرق. طبعا واقف بيتوضى قبل السرقة، طبعا لازم يطهر نفسه قبل ما يسرق. وعلى فكرة الواقعة دي في رمضان يا جماعة، وفي آخر 10 أيام في رمضان، وأثناء صلاة التراويح كمان. تخيل معايا إن ده واحد يعني مش ما عندوش دم، ده ما عندوش قلب خالص، مفيش إيمان بربنا، مفيش يعني إن ربنا شايفه. هو مش واخد باله من الكلام ده ولا إيه؟ المهم، أخد الكيس أهو، وادي قالب الطوب حطه في الكيس طبعا عشان ما حدش ياخد باله. حطه على الأرض وعمال يأمن شمال ويمين، بيشوف حد رايح حد جاي. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. والله الشباب كلها ضاعت. ده من إيه؟ من بعد عن ربنا يا جماعة، والله الناس بعيدة عن ربنا. طبعا عمال يبص على الحنفية دي والحنفية دي، حنفيات غالية طبعا منك لله، وبيسرق بيت ربنا. وفي الميضة الحنفيات اللي بتتوضى بها الناس. طبعا واقف متوتر جامد، كل شوية عمال يروح ويجي ويخش الباب بتاع المسجد، يبص على المصلين لسه بيصلوا التراويح في رمضان. شوف الفجر بقى، يعني فجر والله. جه تاني، مسك قالب الطوب، سمع صوت حد جاي اهو. سمع صوت حد جاي، راح حطه تحت وعمل نفسه اكنه بيتوضى. دخل عليه اطفال يعني بيبقوا في المسجد شويه يصلوا شويه يلعبوا. هم حسوا بان في حركه غريبه في الميضه او في مكان الوضوء، فطلعوا يبصوا يشوفوا في ايه. وطبعا البيه الحرامي قلب شيخ، عمل لهم شيخ، قال لهم ما تروحوا تصلوا علشان خاطر ربنا يكرمكم، صلوا انتوا بتلعبوا ليه؟ حتى الولد واقف اهو بيقول له طب انت مش مشمر ليه هدومك عشان تعرف تتوضى كويس؟ هو ده كده وضوء؟ العيال علمت عليه والله. هو واقف طبعا عمال يعامل نفسه بيتوضى والدنيا تمام ومفيش اي حاجة. وداخل بقالب الطوب كمان حطه في كيس اللي هو تحت في الصرف بتاع الوضوء علشان محدش ياخد باله، يعني جايب معاه ادوات المساعدة كلها معاه. اتوضى يا اخويا، اتوضى واغسل رجلك، اغسلي رجلك يا اختي. والله يا جماعة الواحد ما عارف يعني ايه، يضحك ولا يزعل ولا. المواقف دي كمان انتشرت كتير في الجوامع. يعني احنا عارفين السرقة دايما طول عمرها بيسرقوا من هنا من هنا، لكن بيسرقوا بيت ربنا. ده انت جالك قلب منين يا جدع؟ ده لو ابليس مش هيعمل كده، يا ترى ابو لهب ده لو عايش كان عمل كده؟ انا مش متخيل بصراحة. والله الناس كلها بتطلع من بيتها عشان تحط في بيت ربنا، وانت جاي تاخد منه وتسرق. مسك قلب الطوب، الظاهر هيرجع في كلامه ولا ايه؟ ما تعرفش، ربنا يهديه. دخل برضه من باب المسجد، ما تعرفش بقى راح يصلي ولا راح يعمل ايه. بس اكيد الشيطان بيلعب وبيوسوس في دماغه. احنا في رمضان بس هو شيطان لوحده. او خد باله ان في طفل لسه معدي حاجة زي كده. بدأ بقى يبص شمال ويمين، والتوتر عنده زاد جدا، وخلاص عايز يخلص المهمة القذرة اللي هو جاي يعملها. مسك قلب الطوب، خلاص هينفذ خبطة في التانية، كسر الخلاط أو الحنفية، حطه في الكيس وطلع يجري، حتى ساب قلب الطوب في الأرض. طلع من الباب، ولكن هنا كان العيال ملاحظينه وطلعوا جري وراه. امسك حرامي امسك حرامي، وعمنا اللي قاعد بيصلي ده خد باله وبص عليه. شوف ايه الجبروت ده، والله ايه الفجر اللي احنا وصلنا له ده.
والناس بتصلي يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله. شتت الناس كلها من الصلاة اهو، هو طالع الراجل قاعد على الكرسي هنا اهو، خد باله ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. اهو الراجل ده كان ببص طالع بره الصلاة. ادي يا جماعة مكان الحنفية كمان، مكان ما اتركبت اهوت، يعني ربنا يجازيه خير اللي غير الحنفية، ربنا يكرمه يا رب. وادي مكان الوضوء رجع تاني اهو زي ما كان. وادي صورة الحرام يا جماعة. من فضلكم تعملوا مشاركة يا جماعة، يا ريت تعملوا شير للفيديو عشان نجيبوا الحرامي ده.